محبوب الجماهير الكروكي، ولكن اليوم رح نعمله غولة محشي بمربى المشمش. طريقة جدا سهلة. نعم أبهريهم يا مدام. بدي أورجيكم قديش طري وهش. شوف طبعا من برا بقرش من جوا هاش. اليوم رح ندير كروكي بالمربى رولة يعني. خديت هنا 4 بيضات، تمام. واحدة من البيضات أنا شلت الصفار تاعها باش ندهن بيه الوجه، تمام. راح أحط رشة ملح وبخفق البيض لحتى يتضاعف حجمه. حطيت العجانة، راح أضيف 1.25 كوب من السكر بالتدريج، وعلي الخفاقة. راح نضيف معلقة كبيرة من الفانيلا. شوفوا لما صار لونه أبيض تقريبا، شايفين؟ راح نبلش نضيف الزيت. عنا 1.25 كوب من الزيت، راح أضيفه كمان بالتدريج، تمام. عنا معلقة كبيرة من الحليب البودرة. هلأ راح أضيف برش الليمون. هلا راح نضيف الطحين، بس ضروري ننخله، تمام. ضفنا 3 أكواب من الطحين. راح نضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هلا راح نخلط العجين لحتى يتجانس معنا. شوفوا العجينة كيف بتكون طرية. طبعا أهم شيء إنه ما ننشفها. شوفوا قسمت العجين نصين عشان ما تغلبني وتطلع كتير كبيرة. وراح استخدم نايلون أو ورق زبدة، ضروري، بدون هذا ما راح تعرفوا تشتغلوا. يلا راح نبلش نفردها زي ما قلت لكم، حاولوا تعملوها بشكل طولي. هلأ راح نفرد عليها مربى المشمش، لا توصلوا للحواف واعملوا طبقة رفيعة. ليه؟ لأنه هلأ بدنا نعمله زي السويس رول، يعني رول، فما بدنا يطلع كتير خميل، يعني عرفتوا. وحذاري انكم توصلوا للحواف لأنه حيحرق لكم الصواني بعدين. يعني عندي هون شوية لوز لزامون إفيليه، لوز مبروش، حمصته. طبعا هي يفضل تنعمل بالفول السوداني محمص وملح، بس ما عندي. يلا نمشي حالنا، يعني حتى اللوز بمشي مع المربى، تمام. هحط طبقة خفيفة وبعديها ببلش أعمل اللفة تبعتي العجيبة. بنات بالنسبة للمكسرات فيكم تحطوا أي نوع، تمام، مش شرط لوز. يعني أنا الثانية اللي خليتها راح أحط فيها جوز الهند، تمام. يلا هيك نبلش نعمل رول شوي شوي، تمام. فيكم حتى تخلوه سادة، ما تحطوا له مكسرات، نسحب. شايفين ليش بقولكم حطوا شو اسمه هذا، راح لي اسم نايلون، تمام. هيك خلصنا. طيب يا بنات شوفوا، نحاول هيك نضغط بايدنا شوي عشان نلزق الطبقات في بعض. والطبقة الفتحة خلوها من تحت، شايفين، عشان ما تفتح معنا. يلا هلا بدنا ننقلها على الصينية اللي بدنا نخبز فيها. طيب يا بنات، الصينية ضروري تكون مدهونة زبدة، مدهونة زيت، لازم مدهونة زيت حتى يعني اسخوا بالزيت، تمام. ما تحطوا ورق زبدة، ما في داعي. وحتى لو حطيت ورق زبدة ضروري الزيت، تمام. يلا هلا رح ننقل. بسم الله. طيب شوفوا، اللي خليتها القطعة الثانية رح ارش عليها جوز الهند. فحكيت لكم الحشوات انتوا حطوا اللي بيناسبكم وبيريحكم. طبعا رشة خفيفة كمان، متعبوهاش، تمام. يلا وراح ارجع الفها زي الاولى. يلا بسم الله. زي ما قلت لكم نعدل هيك بايدينا. وهلا ندهن بالبيض. يلا هون عندي بيض مع نسكافيه، راح ادهن الوجه كامل. هلا يا امورات، بالنسبه للتزيين راجع لكم، راح نديروا زي ما مربي يرحمها، خطوط ساده عاديه جدا،
ما نلعبش فيه. تمام تمام. يلا وراي تاني يقول لي زينيه عشان اميزهم بعدين، هسه اصلا تخربط فيهم. طب يلا ها نزين هذا شوية نوت كوكو. ايش اسمه نوت كوكو يا ربي، كيف يروحوا للاسماء؟ جوز الهند. تمام. وهذا نحط عليه شوية لوز، وهذا نرش عليه شوية لوز. مانيش حابة نخرب شكله يعني، عرفتوه، ولكن لزوم التصوير خلاص كده كويس. ها اولادي مش كثير بيحبوا المكسرات، عرفتوا. يلا على الفرن يا حلوين، على الفرن. كراكي باي باي. بدرم. السلام عليك يا ميمي، يا سلام يا صبايا. ضروري يا صبايا تكون السكينة مسننة. تمام. بسم الله. شوفوا من كتر ما هو طري، شوفوا كيف صاير يتفتفت. هو لسه سخن صراحة، أنا لازم استنيته برد وبعدين شوف، بعدين قطعته. راح أخليه يبرد صراحة، ما بدي أغامر. شوفوا بعد ما برد تماما يعني بدي أقطعه. أوكي يلا بسم الله. بدي أورجيكم قديش طري وهش. شوف طبعا من برا بقرش، من جوا هش.